لم يتقبل القائمون على الحكم بالجزائر رسالة التعزية التي بعثت بها الحكومة التونسية إلى المملكة المغربية على خلفية حادثة السير الخطيرة التي ذهب ضحيتها العديد من المواطنين المغاربة. ووصل الأمر بأبواق النظام العسكري إلى طرح العديد من الأسئلة حول خطوة الحكومة التونسية، رغم أنها إنسانية بين دولتين تجمعهما روابط تاريخية وإنسانية وجغرافية وغيرها. ويرى المتتبعون أن النظام العسكري يتخوف من إصلاح الرئيس الحالي قيس سعيد لأخطائه التي ارتكبها تجاه المغرب ومصالحه، خاصة قضية الصحراء المغربية. ويبدو أن وصول تونس لأزمة خبز كسابقة في تاريخها دفع بقيس سعيد إلى مراجعة سياسته وعدم الانجرار وراء العسكر الجزائري. هذا وقدمت تونس تعازيها إلى المغرب في ضحايا حادث السير الذي خلف 24 قتيلاً في أزيلال أمس الأحد، رغم الأزمة الدبلوماسية بين البلدين. وجاء في بيان لوزارة الخارجية تتقدم تونس بأصدق عبارات التعازي وخالص مشاعر المواساة إلى المملكة المغربية الشقيقة في ضحايا حادث السير الأليم بإقليم أزيلال.